الكلام هذايا اللي تقال ساعة الشخص اللي باش يجي في رئاسة حكومة في فترة كيف هذية شنو ينجم يعمل؟ ينجم يعمل حتى شيء. خاطر الميزانية اللي فاتت وقعت المصادقة عليها وانتهت أمرها، قاعدين نكملوا فيها، والميزانية الجاية خطوطها ومواردها مربوطة بالميزانية القديمة. ثم أنه أي إنسان باش يجي توا في الوضع اللي فيه موجود تونس يلزموا برشا جرأة، يلزموا قلبه صحيح كما نقولوا احنا باللغة الدارجة، ويلزموا ما يهموش من ردة الفعل نتاع الشعب، وما يهموش إذا كان الشعبية نتاعو تطيح ولا لا، ويلزم يكون مسنود بإرادة شعبية، يلزم عنده شرعية وصلته غاديكا، مش شرعية أنه اتحاد شغل رضى عليه ونداء تونس رضات عليه والنهضة رضات عليه، يلزم إنسان اللي الشعب حطه غاديكا، لأنه الخيارات اللي باش ندخلوا عليها وتو نتحدثوا فيها الخيارات الاقتصادية اللي لازمة اليوم راهي جراحة عميقة موجعة، معناها لازم منها، لكن الوقت الإنسان اللي ياخذها بالتصورات. هو راهو العباد لازم نفهموهم اللي وقت نقولوا كفاءة اقتصادية راهو مش معناها إنسان يعرف الاقتصاد وكو، لازم يكون عنده توجه، عارفينه شنو نحب يعمل. خاطر نجم يكون عنده حنكة تقول انت يعرف الاقتصاد ده كردو، تو ما ينجمش انسان يقول والله مصطفى كمال نابلي ما يفهمش في الاقتصاد ولا جلول عياد ما يفهمش في الاقتصاد، مش معقول. لكن شنو بناوي يعمل؟ مثلا مصطفى كمال نابلي نيو ليبرالي في مخه في تركيبته، ونصور جلول عياد كيف هالنيو ليبرالي ايش معناها؟ معناها باش يعمل سياسه ليبراليه، يعني السياسه الاجتماعيه اللي فيها الدوله وقفتها الاجتماعيه باش تكون ضعيفه، والسياسه الليبراليه ناوي باش يعملها ولا وكيفاش باش يعملها وش ما هي توجهاته. لازم يعطيك برنامج، مش يجي انا نركبه فهمت لا، ومن بعد نقول والله لا ما عملش اللي حبير عليه. مفروض انه ثم سياده نتاع الناس، هو جاي من عدم، فهمت، جاي من غير اي شرعيه. فانت السيد هذا مده وجيزه لا تنتظر منه شيء، ودو توت فاسون انا نقول لك راهو ما نجم يعمل حتى شيء. تو نفهمك من بعد ما نتجاوزوا الشخصيات هذوما علاش ما نجم يعمل حتى شيء. تحب نقول لك من تو علاش؟ ما نجم يعمل حتى شيء على خاطر ثم دمار الحق بالاقتصاد التونسي من جراء السياسات المتعاقبه اللي صارت من عند محمد الغنوشي بعد الثوره حتىش لحركه النهضه. يعني محمد الغنوشي وكمال النابلي مع بعضهم كانوا محافظ البنك المركزي، كانوا سبب الاولاني اللي ثم من بعد الباجي قايد السبسي ثم حكومات النهضه. ايش عملوا هذوما بدا النابلي والغنوشي في انه الغنوشي حل باب الانفاق. تتفكر المره الاولى خايف من الناس ومن رد الفعل نتاع الناس باش يسكت الناس، هاو من حتى مد، هاو من امل ولا شنو، هاو اجبد واصرف. ثم النابلي جاج عمل نقص في الاحتياطي نتاع البنوك لدى البنك المركزي، ثم خفض في نسبه لو دانتيغي فنسبه الفايده. وقت يصير هذاك الكميه الاموال اللي تولي موجوده تولي برشا. في الفتره هذيك بيدها مادام احنا كنا في عصر الثوره نقص الانتاج نتاعنا، ولاسباب امنيه كيف نقص التزويد نتاع السوق، فالعرض ولا اقل من الطلب، واللي طالب عنده الفلوس ايش صار منها؟ ولا تضخم مالي. بدينا حطينا سويقتنا في التضخم المالي كما يلزم، والدوله بدات تحل في جوانحها، بدات تنفق. قلت لك الغنوشي كيفاش بدا ينفق. جاء الباجي قايد السبسي ايميدياتمون ابخي ايش عمل؟ كانت عندنا ميزانيه نفخوا في الميزانيه فيسع من 19 المليار رجعوها ل 21 ونص، والدوله باقي تصرف ولا تصرف الحظاير تنفق. هذيك السياسه التوسعيه. جاء بعد الباجي حكومات النهضه المتاليه حتى وصلناها ل 26 مليار، واحنا فاش نحلوا في جوانح وننفقوا في الفلوس. منين هالفلوس اللي ننفقوا فيها؟ ننفقوا في شيء كان خلاه بن علي ومن بعد ولينا نتسلفوا في وقت ما باش نعملوا بهم مشاريع ولا باش نعملوا بهم رؤى ولا عندنا اجور وهتدخل في الوظيفه العموميه، وهو غير معناها نبعزقوا في الفلوس على اليمين وعلى اليسار. وزي دفعنا ضريبه اليوم احنا توا وين وصلنا؟ احنا وصلنا عندنا في اقتصاديا تسمى انيتاد ستاغفلاسيون، توا حاله اللي هي صعيبه انه يجتمعوا فيها امرين، لكن احنا اليوم مجتمعين فيها. من العاده وقت اللي عندك التضخم المالي يدل على انه فما صحه باهيه نتاع الاقتصاد، يعني قاعد يدور دولاب، الناس عندها الفلوس وقاعد يدور دولاب، دونك ما ثماش بطاله. ومن العاده وقت اللي اذا كان ما ثماش تضخم مالي البطاله تعلى. احنا عندنا كل شيء بكماله،
يعني عندنا التضخم المالي وعندنا البطاله مع بعضهم، وثماشي سياسه صارت باش تواجه على الاقل واحد منهم، تفكك هالتحالف اللي ما بين زوز امراض اقتصاديه. لا ما صارش، ننفقوا في الفلوس وماشيين. تو ظهر لهم انه تو باش يتراجعوا، بالتالي وقفت زنقه الهرب، على خاطر الناس اللي تسلف فيهم سلفتهم وفاء باش تقص ما عادش تعطي، وباش يرجعوا تو وين باش يمشيوا للسوق الماليه الدوليه باش يتسلفوا فيها، لكن باش يمشيوا لها بالنوتاسيون تاع فيتش ولا نتاع موديز ولا غيره. النوتاسيون تاعنا عمل قانوني ديغرادي من النوتاسيون الاخرى، واحنا طايحين اللوطه وماناش واعيين بالوضع هذا. اللي باش يدخل على هذايا، علاش قلت لك راهو ما نجم يعمل شيء، باش يدخل على هذايا شو يلزم يعمل؟ يلزموا اول حاجه يمشي لصندوق الدعم اللي هو خلاه بن علي في 1.5 تو في 5.5. الدعم هذا اللي هو كلمه حق لكن اريد بها باطل، لان مجعول قال شنو؟ قال يدعم في الزواوله، وهو صندوق الدعم 40 مره اكثر الدعم نتاعو في المحروقات يمشي للناس اللي لبس عليها منها في الناس الزواوله، و4 مرات اكثر في المأكولات يمشي الناس لبس عليها منها في الزواوله. علاش احنا ما نجيوش صندوق الدعم هذايا ونخليه يمشي كان للزوالي، ونجيو نقولوا مثلا راهو العائلات اللي تصور الدخل نتاعها اقل من 15 مليون في العام مثلا، راهم هذوكم نعتبروهم زواوله، وهذوكم راهو نشوفوا العائله قداش فيها من واحد ونعملوا لهم حسابهم قداش يلزمهم مقرونه وقداش يلزمهم زيت وقداش يلزمهم سكر وقداش طماطم وقداش يلزمهم محروقات وكذا، ويجيهم الشيك في اول شهر نتاع التعويض نتاعهم. لكن الخبزه نبيعها ب 500 فرنك، هاوكم هذوكم عوضت لهم، واللي لاباس عليه نعوض له. علاش؟ اللي يمشي للريستورون يفطر 200,000 نعوض له انا في الخبزه ياخذ فيها ب 200 فرنك الباقات. علاش؟ فاش قام؟ والسايح اللي جايني من برا من اللي يهبط يحط ساقه من نهار الاولاني هو الكار اللي تهزه الليسونس نتاعها معوض، والوتيل الضوء نتاعه معوض، والماء معوض، والزيت معوض، والخبز معوض. ايش ربحت منه انا؟ تهاول التعويض اللي دفعته للسايح هذاك يمكن السيد اللي قاعد يخدم في السايح في بالي انا قاعد نشغل فيه وكان يشد دار ونعطيه التعويض هذاك نطلعوا لاباس. احنا ثم رؤيه اخرى، الاقتصاد التونسي راهو اليوم ما عادش ينجم يمشي بالشكل النيوليبرالي اللي كان عليه بن علي. راهو بن علي ما دقدقوا، لا دقدقوا انه عائلته طرابلسيه الرق، لا دقدقوا انه بن علي كان كاتم على الحريات. هذه كله امور بالنسبه ثانويه كانت بالنسبه للتوانسه. ما طيروه بن علي كان الشباب، والشباب طيروه لانه ما كان عندهم حتى امل في مستقبل باش يبنوا مستقبلهم، كانت الدنيا قدامهم صبوره كحله. هذا لاسباب اقتصاديه. فاليوم ان الاوان ان نفهموا الدرس، نعيوا الدرس. علاش قلت لك انا راهو الناس اللي قاعد تعمل في السياسه في تونس من جانفي 2011 راهي تعمل، ماهيش تعمل في السياسه، راهي تعمل في الهراء، راهي كلام تاع قوي. خاطر المفروض اول عمليه تصير في تونس كان فما نوايا صادقه وفما تشخيص وفهم لطبيعه الثوره وطبيعه انتظارات الناس وتحقيق للثوره، لانه انتهت الثوره. لكن تحقيق كان المفروض انه هات نعملوا جرد للواقع، نعملوا ان انفونتير. علاش؟ شنو اللي صار؟ علاش طاح بن علي؟ وشنو الخلل اللي كان موجود؟ هات نصلحوه. قلت لك انا في اول الحديث نتاعنا، قلت لك راهو الاقتصاد هو منبع كل شيء. لان الارهاب اللي قاعد تشوف فيه انت توا، الارهاب هذا ما يكونش موجود. وين موجود؟ هو موجود في الاحياء المهمشه وفي المناطق المهمشه. خرج منها، خرج مناش من العجز الاقتصادي، لانه الاقتصاد ما حققش للناس هذيك الامكانيه نتاعها انها يفتح امامها الافاق ويخليها تنجح. خلنا الغبينه اللي قاعد عند شباب معين خلته ينحرف، خلته يرفض المجتمع هذا ويكره المجتمع هذا اللي هو همشه. خاطر اللي ترى فيه انت ارهابي هذاك وترى فيه حامل حزام ناسف، راهو كيفك انت يحب يعيش، حتى هو يحب يخدم، يحب يصور الفلوس، يحب ياكل لحمه باهيه، ويحب يعرس، يحب يجيب صغيرات ويعمل كرهبه. فهمت؟ هذاك طموحه. لكن كيما لقاهمش رجع على المجتمع هذايا نكاية فيه هذاك، خاطر المجتمع انت عملته كذا. فالمشكل اصلا واولا هو مشكل اقتصادي ليس الا. نرجعوا احنا الوضع متأزم بطبعه ودخل عليه انت صراع من النوع هذايا اللي عرفنا اوله وما عرفناش اخره. انا باش نرجع بيك التالي شويه لبعض اشهر التالي. بعض اشهر التالي كانت الناس هذه ما يسمى بالمعارضه كلها نازله على النهضه على اساس انه النهضه متواطئه مع السلفيين وانها عندها يد في الحكايه وانها كيفاش مخليتهم. كنا في وقتها احنا رغم اللي احنا سياسات النهضه
نعتبروها فاشله، ونعتبروا أن النهضه هي بيدها خارجه من الجلباب اللي خرجوا منه السلفيين، نفس الثنيه خرجت من النهضه، لان الاسلام السياسي هذايا كيف هو اللي ابتدعه، هو ابتدعته النهضه. لكن ايش علينا؟ قلنا في وقتها يا ولادي راهو يكفي، راهو اذا كان مش ندخلوا في صراع الان مع السلفيين في الرد على استفزازاتهم، راهو باش ندخلوا في صراع نعرفوا وقتاش ندخلوه، لكن ما نعرفوش كيفاش نخرجوه وبأي ثمن باش نخرجوا منه، وهنا دخلنا فيه. وكنا قلنا راهو إذا كان النهضة باش تدخل في صراع، راهو الأطراف الأخرى باش تجيها من تالي وتطعنها من الخلف، وهو ما صار. لأن الناس ما عندهاش العمق والحس الوطني أنه راهي وقت اللي تقف حكومة، سواء حكومة النهضة ولا أي حكومة قدام الإرهاب، راهو يلزم التفاف حولها، مش نجيو نطعنوها من تالي ونكيدوا لها المكايد ونضعفوها. لان كي نضعفوها هي مش نضعفوا الحركه هذيك او الحزب ذاك ولا ما نضعفوا تونس، وهذا اللي قاعد صاير. وذاك علاش انا مانيش متفائل بالطبقه السياسيه هذه، ونعتبرها انها ماهيش في مستوى الحدث ولا في مستوى الرهان. احنا مش نحط الطبقه السياسيه على الجنب، لكن اليوم الاقتصاد نتاع تونس هو فوق كل اعتبار. معناها اليوم الارهاب تخلي اليوم السياحه، احنا مش نجي نحكيو خاصه على السياحه دكتور. اليوم حتى قبل كنت نحكي مع السيده محمد علي التومي، معناها بصراحه اليوم كما قلت لك السياحه قاعده هي الحل الوحيد باش ندخلوا منها العمله. اليوم السياحه ضربت، ما باش يبقى لنا من الاقتصاد. السياحه قلت لك انا بين 6 و7% من الناتج القومي الخام، حاجه هامه جدا. فما قرابه مليون موطن شغل غير مباشر وغير مباشر من السياحه. يعني هذا الكل اليوم اكيد انه باش ندخلوا باش تعمق الازمه اكثر، باش تتعمق الازمه في البلاد اكثر. لان تنظر ميدان السياحه، السياحه كنشاط هو بيدو، وكنشاط متصل بنشاطات اخرى. احنا الوضع عامه باش يزداد سوء. يعني خاطر وقت تقول ارهاب راه ما تقول السياحه فقط، تقول انه ان انسان عنده نيه للاستثمار ولا يبطل ما عادش يستثمر، باش نرجعوا للمستثمرين، مستثمر داخلي ولا خارجي كيف. يعني الدوله اللي هي كان مفروض انها تلعب دور في الفتره هذه، ريت الهزات هذوما والحالات هذوما، كان مفروض انه الدوله هي اللي تلعب تقود القاطره. خاطر في التصور انه المتدخل الخاص اليوم يخاف على راس المال نتاعو ما يتدخلش. كان المفروض انه الدوله هي اللي تقود بالقطره. الدوله كطرف الفلوس اللي عندها بدتهم، مشاو سودان وبلا حد شيء. اليوم تونس ماهيش محتاجه لاي صراعات سياسيه، اي تجاذب على السياسي، واي اليوم محتاجه ان تكنس الاحزاب هذه كلها في يد واحده. سامحني يا دكتور، معناها المخاوف من المواطنين يقول لك هو الوضع الاقتصادي معناها بطبيعته متداور، معناها في الايام الفارطه، وقالوا معناها السياسه، معناها المشهد السياسي اثر على معناها على الاقتصاد. هما كانوا خايفين متداور. اليوم زاد الخوف اكثر، معناها يقول لك اذا كان تخلى الارهاب اليوم ما عادش باش يجيك لا مستثمر، لا ما عادش باش يجيك سايح، لا ما عادش باش يجيك حتى حد. معناها المخاوف كثرت معناها متداور، وهي مشروعه. المخاوف كثرت وهي مشروعه. اذا كانت تسالني على ما هي حلولها كموضوع ثاني، ما باش نرجعوا للحلول احنا بعد. لكن حتى معناها في البورصه، معناها تراجع مؤشر البورصه البارح معناها بنسبه 0.74%. بصراحه معناها فما برشا مخاوف. البورصه سانديكاتور سكوندير بالنسبه لبلاد كما تونس، يعني مؤشر ثانوي. المؤشرات الكبيره هي ما زالت ما هبطتش. المؤشرات الكبيره هي اللي بتنشوفوها في مداخيل البلاد اللي هي هامة من السياحة، وخاصة أنه الموسم السياحي احنا يبدأ تحضير ليه تو، مش يبدأ تحضير ليه. فهم إذا كان من تو وتعرف اللي انت الضربات هذه تقعد الأثر متاعها طويل، عندها تبعات معناها، لا تقعد الأثر متاعها طويل في الرأي العام الأجنبي، مدة طويلة باش تمحي الأثر متاع الحركة هذه. ما تنساش من اللي صار في جربة عام 2002 قداش قعدنا نقاسيو على بومبا، على دبوزه نتاع غاز وشنو تفلقت وما عملت حتى شيء، حتى ضرر.